مرحبا بكم، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه بشكل مختصر عن مباراة الاتحاد ومباراة ونادي الطائي، والتي أقيمت قبل قليل وانتهت بفوز نادي الاتحاد العميد في الصدارة بالمركز الأول برصيد 6 نقاط. انتهت المباراة بفوز نادي الاتحاد بهدفين دون مقابل. سنتحدث بشكل مختصر عن التشكيلة التي دخل بها الفريقين، وأيضا نسبة الاستحواذ على الكرة، وأيضا من هو رجل المباراة، وأيضا سنعرض لكم الأهداف. أولا سنبدأ بالتشكيلة التي دخل بها الفريقين. نادي الاتحاد مثل ما هو ظاهر أمامكم دخل بالتشكيلة التالية 4-2-3-1. أما نادي الطائي فقد دخل بالتشكيلة التالية مثل ما هو ظاهر أمامكم 4-1-4-1. نسبة الاستحواذ بمجمل شوطي المباراة كانت للاتحاد بنسبة 66% مقابل 44% لنادي الطائي. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. كانت هناك محاولة من الطرفين من الفريقين، ولكن المحاولة كلها باءت بالفشل. الشوط الثاني دخل الفريقان بنفس التشكيلة، لم يتغير أي شيء، وبطريقة ذكية تمكن اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 57 من تسجيل الهدف الأول للاتحاد. هذا هو الهدف الأول مثل ما هو ظاهر أمامكم، طريق حيلة وطريقة ذكية. أما الهدف الثاني فقد جاء في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب صالح العمري، وانتهت المباراة بفوز نادي الاتحاد بنتيجة هدفين دون مقابل. حاليا الاتحاد في الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نادي الأهلي وبقية الأندية مثل ما هو ظاهر أمامكم. هذا هو جدول الترتيب. أما عن رجل المباراة فقد كان عبد الرزاق حمد الله بتقييم 8.6. إذن هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو. عرضنا لكم أهداف المباراة. وبالأخير إذا أعجبك المحتوى اشترك بالقناة وتابعنا ليصلك أحدث فيديوهاتنا. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.